يجب محاسبة تبون، يجب محاسبة تبون على لا نخسروا احنا، على النظام الجزائري يخسر اوراقه في قضية الصحراء الغربية، علاه ما كسرش اولا لماذا لم يستبق مقترح الحكم الذاتي اللي جاء في 2007؟ هذا نقول لك السؤال الاول. مادام قضيه كان نقول يعني نهضر باسم واحد يقول بلي قضيتين مصيريه ونصرف عليها المليارات، نقول له كيفاه انت لم تستشرف ولم تستبق الطرح المغربي في هذا الوقت اللي النظام المغربي قاعد يركز في قضيه الحكم الذاتي على الارض، يعني الانفراستركتور، الخدمه للناس داخل الغاز داخل التريسيتي، وينشط دبلوماسيا. في هذا الوقت انت وش كنت تدير؟ حبيبي وش كنت تدير؟ هذا وش حاب نسال. احكي على تطور قضيه الصحراء الغربيه بموضوعيه، احكي على الدور الجزائري فيها بموضوعيه، احكي على دور المغرب كسلطه، على دور الاسباني فرنسي، خليك موضوعي في القصه، وقل اعطي الاجابات للمواطن الجزائري. كل الاموال اللي صرفناها حول هذه القضيه هي قضيه مبدئيه بالنسبه للنظام الجزائري، وحتى بالنسبه لجزء من الشعب الجزائري، لا اقول كل الشعب الجزائري حتى لا اكذب. انت النظام هذه قضيه مبدئيه نتاعك ناصرتها وصرفت عليها الاموال في الخارج وفي الداخل، وانت تعرف انه كنا نشري اللوبيات احنا في ملك المغرب في خطابه الاخير بمناسبه العرش يقول انا مستعد باش نمد يدي للجزائريين. يعني ما تحليلكم؟ والله تحليل بعد تراجع سيادة الرئيس بعد الضغوط الجزائرية. ما تفاصيل بالنسبة لنا احنا ما كانش فيه استجابة للمشكل الظرفي الحالي اللي انا عايشينه. فيه دبلوماسي مغربي صرح بأمور خطيرة جدا، سحبنا على أساسها السفير تاعنا من الرباط وقلنا نمشوا إلى أبعد، ما جاناش الجواب. اللي هو سفير المغرب في الأمم المتحدة. ما نعلقش أكثر من هذا الشيء. هما خلقوا شغل نوع من التوازن. التوازن تاعش توازن مع القضية زعما. بدأ الشارع المغربي أستاذ حكيم يستفيق من نومه لطيلة هذه الفترات السابقة، بدليل أن اليوم كبير مستشاري الرئيس الأمريكي مسعد بولس يقول بأن القرار الأممي بشأن الصحراء الغربية يقر بحق المصير، وأشار إلى ذلك بشكل واضح. لماذا يحاول المخزن إخفاء مثل هذه النقاط على الرأي العام المغربي بأن هناك تقرير مصير؟ ما زالت القضية حية ولم تمت ولم تحسم لصالح المغرب، وبالتالي هذا السيناريو المحبوك أو ما نجح فيه النظام المخزني هو تلك الذروة التي أعقب التصويت، ولكن مع مرور الساعات ومع مرور الأيام ظهرت التفسيرات الحقيقية لهذا القرار، والذي كذب كل أطروحات المغرب وتأويله الخاطئ لهذا. يا أخوات وإخوان، هذا الصراع، هذا الجدل، العنصر الحاسم في المعادلة هم احنا، هم الصحراويات والصحراويين. إذا ما يقد يخلق شي فمه بإرادتنا. إذا علينا نوحد قوانا، نجمع شملنا، نقوي صمودنا، ونوضحوا لمواطناتنا ومواطنينا على أنه ماتله من المشوار اللي فات. العدو وحلفاء وصلناهم للمحطة الأخيرة. هاي المحطة الأخيرة خصهم يقضوا منها، ولا تلاقوا يتافقوا لنا ولنا اللي نتافقوا. لأن الشعب الصحراوي قوي بتنظيمه وبمكاسبه وبأهدافه وبوحدته وبجيشه وبمناضلاته ومناضليه. هذا نرجع للشعار الخالد: جيش شعب، شعب جيش. هذه هي الصخرة اللي تحطمت عليها كل مناورات ومؤامرات ودسائس العدو اللي ما قد التوفى. لكن بصراحة
راهم في نفس. أن الترتيب الذي قام به النظام المخزني ظهر فيه الكثير من الغباء، لأنه أراد التسويق بأن الشعب المغربي خرج في مظاهرات، وهو شارع واحد تقريبا في الرباط، كانوا بضع عشرات الأشخاص الذين تم تهيئتهم من قبل حتى يعطونا بعدا شعبيا لهذا الإنف، يعتبر سلبيا على الأقل من خلال الادعاءات المغربية بعد التصويت على القرار بأن الملك شخصيا وكأنه اكتشف قنبلة نووية، وبأن هذه القوى العظمى التي لا تحتاج المغرب في شيء قد غيرت مواقفها التاريخية تجاه قضية الصحراء الغربية. تحرر واش باقي خرى الميمة غدقتن غدقتن الميمة غدقتن الحبيبة غدقتن والجنوب تحرر واش باقي خرى الميمة القرقياريات أنا تقتن تقتن القبيل أنا تقتن تقتن المين حياة تقتن الراية في الفريات وفي القرقياريات. أيوة أي وراجشنا موجود راه في الحدود تقتن تقتن القبيل تقتن الميمة تقتن وراجشنا موجود راه في الحدود. ايوا وراجشنا موجود راه في الحدود وتقتن 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 وراجشنا موجود راه في الحدود. وراح حلفنا على ابوهم تنصيفطوهم بالوي تقتل تقتل رشيد راه تقتل تقتل بالوي ما تقتل حلفنا على ابوهم تنصيفطوهم. ايوا حلفنا على ابوهم تنصيفطوهم بالوي ما تقتل وتقتل بالوي ما تقتل وتقتل بالوي ما تقتل وحلفنا على ابوهم تنصيفطوهم. يا وجيش لكن حسمي باكي تقتل تقتل القيمة تقتل وتقتل القيمة يا تقتل جيش لكن حسمي باكي.